بصوا الحلاوة. واو. طبقة تريليتشي كيك عليها طبقة كريم كراميل وطبقة من السكر المكرمل اللي خلاها كريم بروليه. فاكرين لما سألناكم في ستوري ان الحلو بقى في شكل جديد؟ انا كنت عارف وشيماء كانت عارفة، ولو انتوا لسه ما تعرفوش دريم غيرت شكلها وبقت بشكل جديد. واحنا النهارده هنعمل تريليتشي بروليه حلو بشكل جديد بسبونج كيك فانيليا من دريم. محتاجين 100 مللي من الميه و6 بيضات، ونمشي على التعليمات بالظبط. دلوقتي هنخلط المكونات دقيقتين على سرعة بطيئة، وبعد كده 6 دقايق على السرعة العالية، وده شكلها بعد 6 دقايق من الضرب على سرعة عالية. دلوقتي هي جاهزة للخبز. دخلنا الكيك الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة. لبن وقشطة وحليب مكثف محلى. ونخليها في التلاجة لحد ما نعمل الطبقة التانية. لتر من اللبن البارد. هستخدم 2 باكت كريم كراميل. بعد ما اتاكدت ان هو ده تماما شغلت النار وهفضل لسه بقلب. بعد ما يبتدي يغلي هشيله من على النار. طلعنا بقى الكيك من التلاجة، نبدا بقى ننزل على الكيك الكريم كراميل. هندخلها التلاجة تاني لحد ما الكريم كراميل يمسك نفسه خالص. سكر هسيبه على نار هاديه خالص لحد ما يسيح ويتكرمل. السكر اتكرمل. طلعت الكيك من التلاجة، مسكت نفسها خالص. بسرعه 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 نفرده، بسرعه نفرده. فستق محمص. بصوا الحلاوه، شكلها تحفه. واو. طبقة تريليتشي كيك عليها طبقة كريم كراميل وطبقة من السكر المكرمل اللي خلاها كريم بروليه. وكده نكون عملنا تريليتشي بروليه حلو بشكل جديد مع دريم بالشكل الجديد. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وفولو، ونشوفكم الفيديو الجاي.